بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو المجلس الثامن من مجالس علم الفرائض، وقيد المجلس الثمانية ذي علم الفرائض. السامي يرضى ربي سبحانه أد نهضر ود نشرح ميراث، يعني ثامنا ميراث الجدة والجد، ميراث الجدة الصحيحة والجد الصحيح. ذي الدرسني عدال نفوك ميراث الأخوات من جهة الأب، ساعة 7 حالات نفوكيز. الساقي ما يرضى ربي سبحانه أن هضر في الجذوذ تريكا، يعني مرا ورثن الجذوذ ماشي مرا تورثن، لا مرا ورثن نثني. ونبدا يثمثن مدين ميراث الجد صافي وقموثن، اما ذميس نميس نغذ ذميس قليس نغذ يليس نميس نغذ يليس قليس، يعني يقموثن ذي الاحفاد. مرمثن الاحفاد اثن ورثن الاجداد، الاجداد يرثون الأحفاد. ونتقي عملية منطقية، مردنيني ميراث الأب وقموثن المعنيس ذي الأب ذي الابن ذي البنت، إما ذميس إما ذي الليس. من ناد ميراث البنت وقموثن فباس ذي يماس. مردنيني ميراث الأخت بالتماس يقموثن ذي كماس نغذي التماس. مرديني ميراث الزوجة وقموثن ذي رقازيس، مند ميراث الزوج وقموثن تمطوثيس. ثقي العمليات منطقية تتم سريعا. ثورة أد المسلاي ألف من ثامنا ميراث الجد، ميراث الجدة الصحيحة والجد الصحيح. ثورة ألف أنهضر ميراث الجدة الصحيحة. ذا شو المعنى الجدة الصحيحة؟ وقي مصطلح في علم الفرائض باش يميزها عن الجدة غير الصحيحة. والجد إلى الجد الصحيح إلى الجد الرحمي. مثلا يون يسعى فافاس يسعى يماس، هاثنيه فافاس يسعى فافاس يماس يماس تسعى فافاس. وقيد جديس وقيد جديس، الفرق يراسن فافاس بافاس جديس سفافاس. وقي جد صحيح نغ جد عصبي. فافاس قماس جديس، ولكن جديس يماس اسمس جد رحمي، جد رحمي. صافي يحواج لا كونسونطراسيون ماكسيموم اللي غادي تكلتني عدال. ثورة سيمين الحو سيمين حواج المخنا غادي لي يحضر مليح. وقيل جدي وقيل جدي، ولكن الفرق يرسن في علم الفرائض أنه يوني لا جد رحمي وجد صحيح عصبي. الجدة لا، الجدة يعني أثذيون يسعى فافاس يسعى يماس، فافاس يسعى يماس، يماس يسعى يماس. صافي كيف نسنت ونطبق القاعدة تجدين ذي يماس مباذا جيداك، يماس قمة ذا جيدة، ولكن ثقي صحيحة ثقي صحيحة. يزمر أدناف يماس مباذاس قمة ثنا جدة رحمية ماشي جدة صحيحة. يماس مباذاس قمة جدة رحمية، ولكن يماس قماس قمة صحيحة.
يماس مبافاس مبافا صحيحة. من بعد نسيا نخدم كان نرسم ذهن باش يعني أنمسفها صافي. ثواني نتمثل في الجدة الصحيحة. الجدة الصحيحة إذن لا يدخل إلى المورث جد أصلا، أو لا يكون بينها وبين لا تتصل به عن طريق جد رحمي، مثل أم الأم وأم الأب وأم الأم وأم أب الأب في كذا جدات صحيحة. ثورة حالات الجدة الصحيحة حالتان سهلانت. الجدة دائما الجدة سهل، الجدي قوارا أنا وضرس أمغاري قوارا مثل أمغار سهل على كل حال أمغارا سهلا، ولكن ذي الميراث وعرا ثلاث سوالي. الجدة الصحيحة سنة الحالات سنة حالتان. الحالة الأولى ترث الجدة الصحيحة السدس عند عدم وجود حاجب تستأثر به وتقتسمه مع جدة أخرى إن وجدت بطريقة التسوية بالعدل بالتساوي. شو المعنى ليس ما إلا يموت جد جداس ولا شوية تسيح جفن ثم بعدا نزر وقح جفن جداس. ما إلا يجد جداس وحدس يماس بافاس نغ يماس قماس أتورث في 6 سيزيام لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أطعموا الجدة السدس. نغاوند ميراث الجدة لم يرد في القرآن الكريم. الآيات الإسلام للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا إلى آخر. بعد ربي هذا الوالدين ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. الجد والجدة ظهر في الأسد سيأتي البيان. النبي عليه الصلاة والسلام في الجدة يناد أطعموا الجدة السدس في كثاس في 6 سيزيام الوقي إذ الحق يسيفك شرع. إما إلا يوجد سناث إيجاد يماس مبافاس أكد يماس قماس ميم قراد كيف نسنت ثاقي يساولا سجيدة ثاقي يساولا جيدة نغيا ست زرع كلهم يسمى حبوا كلهم يسمى، ولكن القاسم المشترك الجدة أمشي رفضون تنسيزيا مني أتفضون باردو ديفيزي باردو خاطر كيف ميم قراد ثاقي يماس مبافا ثاقي يماس قما صافي. ولكن يموثن أضورثنت تريكايس في 6 أتفضونت أغفسين لو ان سيزيام لي ديفيزي باردو هذاك هو السدس مقسوم على 2. ثقي الحالة الأولى سهلة. الحالة الثانية حالة الحجب. حالة الحجب ذكس ألف باء جيم تحجب الجدة مطلقا ألف بالأم. يعني مثل في يمات روح عند جدتين ورث نتاعنا معقول يوني موث يجد يماس نتسع يجد جداس أماس فافاس أماس يماس مادام 3 يماس تكسيت نتاكو تحجبيت نتاكو يعني أثور 3 جداس أماس فافاس أماس يماس مثل يماس. يعني الأم تحجب جميع الجدات من جهة الأب أو من جهة الأم، فالحكم هو شبه ربي ثقي ثبان نمسفهم ركزت مليح. ما يموثيون إيجاد يماس نتسا يماس بوني مثن أو كذ جيداس أما الجهة بافاس باترنال نغ ماترنال يعني جهة الأم
ثلا الأم وتخميم راك إذا سنتي ثمغارين الله غالب ما تساوي مثلا ثلاث يمات ثيمات يفكاس الشرع الجراد سبيسيال نمسفهم إما إلا يون يمبا إما إلا يموت يون إيجاد فافاس إيجاد يماس بافاس يعني جيداس إيجاد يماس قماس يعني ثض قلت بافاس أقشيش يساولاس جيدا فافاس بقشيش يساولاس ثض قلتيو أسنيني فافاسني أتحجفض كان يماك ذايا ثض قلتي كلا شوف الميزان الشرع يسعكر الأسرار ذا عجب ما تيمات تحجبيت نتاك الأم تحجب جميع الجدات إما إلا الناد ماشي ذا الأم فافاس يقلان أسنيني فافاس أذي يحجب كان يماس نتسا هذا ثورة ذاكي إنكيني هذا ذاكي فافا يسعى يماس صافي الجيدة إما قاسي ولا شي خاطر مثلا تبوي كلش لكن زوار ديك سير يماس قما تصدق قالت مبافا بيسكي لا فافا كود جيدا صافي شويت جا ثلاثة يماس مبافا جيدا يحجفيت فافا خاطر القاعدة كل من أدلى إلى المورث بواسطة يحجب بتلك الواسطة بوجود تلك الواسطة بمعنى الأب يحجب أمه فقط ولا يحجب أم الأم لأنها لا تدلي إلى المورث عن طريقه صافي ذاش سيدي ما تجي داس نسبة ذا بس قرار بيسك ماشي كاين دخل خاطر نتقليها وكسار كل وين دخل أستيني يحجفيك من ميم خطي لا ذاكي ولكن صاد قلتيس خاطي ثنتا ثاي ورث من سيزيام أتورث السدس الباقي يروح الأب ماذا الجدة من جهة الأب لا ترث شيئا لأنها محجوبة حجب حرمان عن طريق الأب ثقي با جيم الجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة هذه قاعدة ولكن يكون هناك استثناء فقهي تبناه المشرع الجزائري في القانون رقم 84 11 المادة 149 المادة 61 إلى آخره خاصة زوج مواد هذون واش يقول الجدة الأموية القريبة تحجب الجدة الأبوية البعيدة والعكس غير صحيح إلا دال معنى الجدة ذات القرابتين يعني ترث أمام الجدة ذات القرابة الواحدة وإن كانتا في مرتبة واحدة إذا دفض الجدة وكذ الجدة ساعة ميم قراد ولكن يتسع قرابتين وتسع قرابة واحدة ثقي قد تشرحها ثقي أكاكي لا يمكن إلا قد روحها الصبور خليني المخرج أدخل ماضي الصبورة ثالمست إلا قال خميس ماون باش يعني أتسهل مثلا أتسلي وذاقي سميس فاطمة هاتسه شوفوا ثاس بعد كان يكثر ما تبغى ضرورس فاطمة يجي الساعة يليس أسنسمي مثلا ذهبية هاتسه
ثلاثة يوث من بقرادة من ساث اسنسمي مثلا الجوهر. الجوهرة ساعة أقشيش ساعة ثقشيش. أقشيش فكيد كان اسمه قشيش ألا سعيد لا راشد هذا شوفي ذا مليح ثاقي ميوسان تراك ثاقي انت الدارت ثاقي انت الدارت صافي وكذاكي تزوجا زوجا سعند أقشيش عمر أم بعد ذاكي الجوهرة سايليس كان اسم قليس ذاكي خديجة. خديجة استقبلت خديجة هكا هذا خديجة ياكي تزوج ما يهمناش رقاز فكذا كان رقاز اسم برقاز حسين. هذا حسين وقيثا ما شوتيس واحد سنقيم كان داي. خديجة ساتقششت أمينة هاتسه أمينة. يسد عمر يجوج أكذ أمينة تزوجا. الزواج صحيح نورمال. من بعد سيناكي يلول دوار سنو قشيش انا يمثل كان يون بالقسم راه يمثل يلا هذا بالقاسم توجور وين يموثن اثنخدم هكاكي باش نشوفو يعني ثان دوك زكا ثورة أد نشوف الجدة القرابة الواحدة القرابتين. لو كان نطف ثقي فاطمة ياي بارابور بالقاسم القاسم كي يموثن هذا فاطمة ذا شوت انفعيو جداس يبعدن خاطر في القاسم واقع عمر ذا شويس أب ياخ ذفافاس رشيدة كذا شويست الجديس هات إيفان الجديس إذا بيا يجي صاحت جدس جدة ذهبية سعد عمر مثل جوجك رشيد سعد عمر يجوجك أمينة بنت في القسم إفكاس نربي في القسم ثورة إي فاطمة يجي بارابور تاكي شو زي ماس بارابور في القسم ذي ماس جيداس ولكن ساث أمكاس نسمي أتا أم الأب أكاكي الهاتي دنيني تجيداس الصح ميا ديني ذي ماس جماس مبافاس نغاز إما دين ذكا ذي يماس جماس مبافاس نغادي نيض ذي جداس مبافاس ذي يماس نجيداس بالقسم ولكن باش سهل أم الأب نمسفهم ثرى نروح الجوهر ذا شوت هي يا خاكا أمينة في القاسم أنوي ذي ماس ثاقي نغالا عمر ذفافاس أمينة ذي ماس في نفس الوقت وقيد عمر ذفاس وقيد جدس الجوهر بارابور رشيدة شو يست ذي ماس صافي نساث
أب لا أدنو خصياكي أنطف أفريدين هي أب الأب المستفهام أب الأب ذي ماس مبافاس خاطر تفكانك أفري أكل وراقي ذي ماس مبافاس خاطر عمر يسعى يماس اسمس ذهبية يسعى بافاس اسمس رشيد وقال قيد الجدود ديريكت في القاسم المستفهام صافي ما نطفى كل ورقي اذا تبعنا هذا الطريق نقولوا هي الجوهره هذه واش تكون هي اب الاب المستفهام يلا ولكن او ميم طون هي ام الام إذ يماس قماس أم الأم صافي الشغل أنا كتوضع عين الحمام عدي السي مقلع أنا غادي السي الأربعة ساسيني فردان نمسفهم ثورة أي ردين ثاقا كتاقي ميم قرادة نفس المرتبة نفس الرتبة الفرق بينهما أن فاطمة هي جدة ذات قرابة واحدة تعدد كانسية وكذا بريديس أم الأم دايا وسعر ذي ذويض ولكن الجوهر لا تسعة سيني فردان هي أب الأب هي أم الأم ثقي قرنس جدة ذات قرابتين خطر ذي علم الفرائض ياكل لي بروبابيليتي دو موند هاكو لا انت داخله هاكو ماشي كان زاير او داو كينسلم ينسلم ناود الصين ناود الجابون ناود ياك خلقيف عجب الله ربي قزم راه تيخدمك الله ربي سبحانه يعني ولي ساعان 70 دكتوراه في لي ماتيماتيك ديال محمد رسول الله اعجاز كبير ومازال عقل غاسا كنفذا مازال في كذا كي لي باز كي لي دونيتي مش طاح يعني مازال بعد تاكي لقاني سيده شويه اللي نقبل ابار نشم دي الاحتمالات اذا ثاقي الجوهر جده ذات قرابتين اما فاطمه ذات قرابه واحده ثم نفترض يموت في القاسم ايجاد عمر وين ما خدمه كان هكا هذا ايجاد عمر ايجاد فاطمه ايجاد الجوهر وقال لي كان نفترض ان بالقاسم مات عن اب اللي هو عمر وعن جده اللي هي فاطمه ام الاب وعن جده اخرى اللي هي الجوهر ولكن ذات قرابتين هي اب الاب وفي نفس الوقت هي ام الام واش نديروا يلا نبداو بالفاطمه نبداو فاطمه نو عمر ذاكي عمر هو من العصبات خاطر لا تكنيك كان لوجيسيال لازم يتحرك دائما اصحاب الفروض مقدمون على العصبات الاب ذاكي راه يرث ثلاثي الحاله الثالثه ممكن غلط انت الحالة الثالثة للأب الأب له ثلاث حالات الحالة الأولى يرث السدس فرضا عند وجود الفرع الوارث المذكر الحالة الثانية يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا عند وجود الفرع الوارث المؤنث المورث الحالة الثالثة يرث تعصيبا عند عدم وجود من ذكر لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث وسيدي في زرار ربي إيجاث معليش يقرف كاس عن طريق العصبة لوجيسيال يخدم وحدث سبحان الله نمسفها إذن أخوتي ثورة أدنوغال الوارث ديجا إيجاد فافاس إيجاد
أنزور ذي الجدات، أي خاطر الجدات من أصحاب الفروض، أنزور ذيك السنت. فاطمة يوي ستورة أدن الدوكل أن إسكو تفان أوبستاكل أسف سون سانتيردين غالا لقد حوجة ستيلا زقواغ. فاطمة دي مريض باش تصورف أدلحو تعدى هذا نورمال خاطر دوفار ذهبية هذا حدو المي دوفا ذاكي سون سانتيردي تفاد عمر لا تفاد ميس قليس إزواريس الخاطئ ميس قليس خاطر عمر ذي ميس ذهبية ذي ليس فاطمة صافي الحاد اوكان اوبستاكل ولا شي زوبستاكل الميد بوغردا تفاد عمر دغيا يحبسيت إلا سنتيك زوارن وكي موثن ذمي مي كميني ذميس نميس قليم نمسفهم ستيلوجيك سون سانتيردي دغا فاطمة أدنيني لا شيء علاه أدنيني محجوبة حجب حرمان بالأب وتحجبن ذوا يتحجب نمسفها نروح الجوهر ولا الجوهر أتفذو الريح لينس يلا تدي مريض الجوهر باش تصورته أدلحو راشد دوفارا أدلحو المي دوفا كيف تفاد عمر ذاك سون سانتيردي أي غار خاطر هي أب الأب ذا عمر سين حبس أقلي حبسه فمغار فيهن اللي هي فاطمة فاك محبسه مي مكميني خاطر يموت ندمي ويزوار مثارة غير مي خاطر من يزوار الورثة. وقد قلنا فيما سبق أن من خصائص علم الميراث مراعاة قوة القرابة مفهوم. صافي الجوهر لا ترث هنا ذاكي خدماس ميم حا بالأب محجوبة حجب حرمان بالأب. ولكن أرجو شو لما كتروح ضد فريد يغلق صندي بردان يغلق وراح فريد وايض فات الجوهر تروح مسكينة أكثر صاف ولاد كينيان فاطمة عمره كيكسا كلش إنس أرجو إنس كميني الساغة فريد وايض أندا إلا تقاريخين كيني كيف ولا كينو فرد عمر إنس كميني أو ميم طون في نفس الوقت أطفد كان فريد غاسان جوهر دي مريضة ولاش تعدف خديجة تعدف أمينة ثبض القسم ثبض ولاش أكل زوبستاكل أخاطر هي أم الأم إذ غتساوي السدس أدميثيد كان إذ غاد يغال إنس الجوهر كما تورثوه سوا عن طريق أم الأم أتاويض أن سيزيام ما يجاد 6 هكتار سايض أقطار ما يجاد 600 مليون سايض 100 مليون أين ديجا أن سيزيام سواء في تعلق الأمر بالمنقولات أو بالعقارات. ولم الواقعة ذاكي هذا فاطمة الجوهر كيف ولكن إحداهما اللي هي فاطمة هي جدة ذات قرابة واحدة باعتبارها أم الأب فهي محجوبة حجب حرمان بالأب اللي هو عمر انتهى أمرها جدة قرابة واحدة. ولكن الجوهر هي في الوقت نفسه هي أب الأب محجوبة حجب حرمان
بالأب كما شرحنا، ولكن في الوقت نفسه لها قرابة ثانية باعتبارها شحال هي أم الأم، فترث السدس فرضا والباقي يؤول إلى الأب تعصيبا طبقا للآية شرحناها وذكرناها مرارا، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، وإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. ذكر نصيب الأم الثلث باش نعرفوا بأن الأب هنا يرث بالتعصيب بالنفس باعتبار الحالة الثالثة للأب عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا سواء كان ذكرا أو أنثى. نأتي إلى ميراث الجد الصحيح. الجد الصحيح ما هو؟ أو الجد العصبي تمييزا له عن الجد الرحمي. الجد الصحيح هو الذي لا يدلي إلى المورث بواسطة الأنثى، أو الذي يعني نشفوا على هذه معناتها الجد أراد يسن بلا مثل الأنثى. مثلا نديروا هذا المثال، هذا شخص مثلا وقسميس عمر يسعى فاس ذاك فضاقي أب اسميس رشيد، يسعى أسنسمي مثلا ذهبية، رشيداكي ثقيل الأم ذي ماس وقي ابن، رشيداكي يسعى فاس يعني الأب يعني بين قوسين جد. رشيداكي اسميس مثلا طاهر، وذهبية ياكي سعى فاس فكد كان فاس علي هذا معقول. عمر يسعى فاس يسعى يماس، و فاس رشيد ياكي فاس عمر يسعى فاس اسميس طاهر، عمر يسعى يماس اسميس ذهبية يسعى فاس اسميس علي، وكذاكي ذي شذوذ اشيني جديس فافا جديس يما، ولكن كوني ورا نغار ندرسو هذا طاهر وقي اسمس الجد الصحيح بين قوسين العصبي. العصبي ماشي نيرفو، ماشي على العصبي معناه من العصبات يعني بارك الله فيك. وهذا واقي عليكي اسميس الجد الرحمي، خاطر ثلاث مطوث يراسن ثلاث نثا يراسن. سبوسات تعريف الجد الصحيح هو الذي لا يدلي إلى المورث المتوفى عن طريق أنثى أو بواسطة أنثى، لا يدلي صافي معنى طاهر لا يدلي إلى عمر بأنثى. ذاك إذا أرجاز يقلان أرجاز ذاكي أرجاز تمطوث خلاص كلاسيث ذا واقي ماشي سقاث نغار واقي وقاث نغار ديال كاتيجوري النظام ويثنغار في ذوي الأرحام، خاطر الناد الورثة لا ثلاث أصناف إلا ألف أصحاب الفروض أقرأ ذيك السن قالوا كذا قالوا الجد الصحيح انت قالوا إلا العصبات إلا ندار ثلاثة ألف باجيم إلى العصبة بالنفس إلى العصبة بالغير إلى العصبة مع الغير. درنا إشارات يعني فيما سبق يقينا. إلا بعد الصنف الثلاثة اسم السن ذو الأرحام. ذو الأرحام مثلا عمتيك أنت تتكلاسيض ذو الأرحام، عميك من العصبات، خالتيك من ذوي الأرحام، خاليك من ذوي الأرحام باش من العموم في الدوض، ميس نجماك من العصبات يليس نجماك من ذوي الأرحام. غاس من قرادة إجماك يسعى قشيش يسعى قشيش ما ثموثض أكي ورث ميس نجماك وكثور ثارة
يلي سنجماك ما يلا مسنجماك في تفاصيل دقيقة، رغم أنه الظاهر ممقراد، صافي نكون أشار نغر ذوا الطهر هذا دمكتيم عليا كي خاطي وكي من بعد المسفان ثورة ولا نغر الطهر اش فوتي الطهر ثورة أنبذو الحالتينس يونيو طهر. الجد الصحيح له وضعان في علم الفرائض، ودني غير له حالات، المفروض نقر حالات فيما سبق، نقر حالات، ولكن ثورة نبدلك اللونجاج لا تيرمينولوجي تبدل. نبدأ بالأوضاع. له وضعان، الوضع الأول عند عدم وجود الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب، عند عدم وجود هؤلاء يكون في الوضع الأول. يعني من المرن كلاسي الجد في وضعه الأول ميلا ولاش يذس، لا ثماثن شقيقا بين يموثن ولا ثماثن تشقيقين ولا ثماثن سباباس ولا ثماثن سيماس ولا ثماثن سباباس. هذا الوضع الأول عند ذي الجد ويسيليدس لا أثماثن شقيقا ولا ثماثين في شقيقين ولا ثماثن سباباس ولا يستماس سباباس. ودني غارة سيماس خاطئ أي غار خاطر كاين غراث فيما سبق معناتها ميدي حضرت خمض الفريضة إلا قد تستوضى كل المعلومات فيك ياك لوجيسيال يكون شغال كاع أتغفر يروح كلش. لذلك أني غاوند هناك فرائض كثيرة يخطئ فيها المفتون والموثقون. لن تتصل الفرائض إما ذي المفتي ناخذ النوطير ذي الموثق، لا غلطا والخطأ بشري عادي إذا كان لم يستحضر معلومة من المعلومات، وستلاحظون ذلك عيانا حينما ننتهي من هذه المعلومات الضرورية الأساسية. شو غادي ندير في نفس الوقت خاطر نكون من غرام ميراث الأولاد الأم أو الإخوة من جهة الأم، لدى هؤلاء لا يرثون إلا كلالة. ما معنى ذلك؟ أي عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا وعند عدم وجود الأصل المذكر كالأب وأب الأب مهما على إما بيفرع أولاقي نغراث صافي لقصت السيولوض مستوضرت غلوض يقينا. سي بور سا نكس الإخوة من جهة الأم لي دومي فرير سي الجهة يمس خاطي وقاذني ميل اللان أثن يحجب الجد يحجبيثن الجد والجد أثن يحجب الجد العصبي الجد الصحيح هو اللي يحجبهم خاطر لا يرثون إلا كلالة كما شرحنا. الوضع الأول يسعى 4 حالات ثورة أدنو غير الحالات. الحالة الأولى يرث الجد الصحيح السدس فرضا عند وجود الفرع الوارث المذكر وعدم وجود حاجب من يحجبه الأب. الحالة الثانية يرث الجد السدس فرضا والباقي تعصيبا عند وجود الفرع الوارث المؤنث المتوفى المورث وعدم وجود حاجب. من الحاجب؟ هو الأب أو الجد الأبعد الأقرب يحجب الجد الأبعد، الجد الأبعد يحجب بالجد الأقرب. الحالة الثالثة يرث الجد العصبي الصحيح الباقي تعصيبا عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا للمتوفى المورث
والحالة الرابعة يحجب الجد بوجود الأب، ويحجب الجد البعيد بالجد القريب. هذه 4 حالات. ثورة أنت تشرحها استقبالي يوث الجد ما إلا يموت ميس نميس أجي جموثا يجد ميس إلى قلبي يدخل ماضيهن خير. يلا إذا غاد واقي كان ديريكت نقيم كان ديس الطاهر. لحظة، عمر يجاد أميس فكد كان ميس قاسي، معليش نكون نسميه قاسي، ما تحسبوناش يا اللي راهم خارج الجزائر حنسميه قاسي، ماشي من القسوة، قاسي. فلما يموت عمر مات، اشو يجا إيجاد أميس إيجاد جديس طاهر. هذا ميس قاسي ورا نزوير ما نفك الميراث ماشي ذي قاسي، لا جديس طاهر ذاكي شحال يسعى السدس. أنزوير ذيكس أسنفك السدس أين دي يقولان هذه روح رقاس أرميس أرثسا تسا نمسفهم. فقي الحالة الأولى. الحالة الثانية ميلا ماشي القاسي يجا تقشيش بدنا غير اسم في كثير فنوي فاطمة ذاش سنيني فاطمة شحال تورث نفرات خاطر نسات من أصحاب الفروض. فاطمة ترث النصف. نروح لطاهر جدي طاهر أشحال راه يورث؟ هذه يورث السدس زائد باعين. نعميه أسلفك السدس أسنرنو أين دي يقولان أنا غادي يرجو شغل ما كاسين يخدم لاشان أويان سيزيام وتروح راه إذا صرواح خدمت كان داكي لاشان أكل العصابات خاطر داكي الطاهر يسعى سيني فرنياس أفرنوس مزوارو باعتباره صاحب فرض، أفرنوس ويسين باعتباره عاصب يسعى سين المسفام ويسيف كان القراداقي سبحان الله إمي ميس يسعى الليس ولا انت كوالي مغارنو فرحنا راه ما تيخشيش نقدي سالنا ماشي كوي مغارنا قينا كلها هنا المسفام الخوا الله يبارك صافي ثورة قاسياكي عمرك جموثن إمي ديجا فاطمة أسنفك النصف والجد طاهر أسنفك في 6 واسنرنو الباقي تعصيبا. فقي الحالة الثانية فهمت صحيت. إذن ورثنا الجد طاهر بالسدس زائد الباقي تعصيبا لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى المورث وهو عمر. لا نروح الحالة الثالثة وين ما كانش كاع هذون عمر يا إما مات سيليباتير يعني أعزب أو مات متزوجا بلا عقب يعني لم يخلف ما عندوش أولاد. ماذا نصنع هنا؟ الجد أسنيني أرجو كان ماشي السدس كوكوك شيني الجد سعيد الباقي باعين الباقي تعصيبا.
ما معنى الباقي تعصيب؟ معنى ننتظر. أرجو أنفكي أصحاب الفروض يبارك عمر يسعى ثمطوث زوجة ثالثها شحال؟ الربع ثمطوث مع عمر ما يجي لاقي زوجة. هذا عمر يسعى زوجة صاحبة الربع، صح؟ يسعى مثلا أم ذهبية صاحبة الثلث. الجد طاهر الباقي تعصيبا. معنى ما ديني الباقي تعصيبا هذه يرجو ورا يخدم الله الشان دي مزورة. أصحاب الفروض المقدرة بمعنى الورثة يدي في ربي ذي القرآن أو كذي السنة يدي في ربي صلى الله عليه وسلم السنة المطهرة. وكيس مثل أصحاب الفروض لا بروميير كاتيجوري الصنف الأول اللي هما أصحاب الفروض أنزوير ديك السن أين دي قران أتنفضوا إلى العصابات وذا غدينا للي قراد كل يوم مشي مزوار المسفهم. ثورة الحالة الرابعة للجد في وضعه الأول ميل عمرقي إيجاد رشيد إيجاد الطاهر أد يستاهر يدي مريض يوضى المداقي يفاد سون سانتيردي إلا رشيد وش بادي يعدي خاطر غير إلا رشيد بمعنى طاهر يحجب حجب حرمان بوجود رشيد وهو أب المتوفى المورث طبقا للقاعدة المعروفة في الحجب كل من أدلى إلى المورث بواسطة يحجب بتلك الواسطة. يكفى وواش. هذا حالات الجد. إذن الجد عنده 4 حالات في وضعه الأول. الوضع الأول يسعى 4 حالات. الحالة الأولى يرث السدس فرضا عند وجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى المورث، والحالة الثانية يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا عند وجود الفرع الوارث المؤنث للمورث، والحالة الثالثة يرث الباقي تعصيبا أو كل التركة إذا وجد وحده باعتباره عاصبا بالنفس عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا للمورث، والحالة الرابعة يحجب حجب حرمان بوجود الأب طبقا للقاعدة في الحجب، قاعدة الحجب كل من أدلى المورث بواسطة يحجب بوجود تلك الواسطة. طيب صافي. الجد الصحيح بين قوسين العصبي صافي عنده الوضع الأول وقي يسعى 4 حالات شرحناها. الوضع الثاني يسعى صورتان ديجا انزل قبلو قلان إلا صاد 1 إلا ذاكر 5 صاد 2 صاد 2 الصورة الأولى والصورة الثانية. الآن إخواني الكرام ركزوا معي في الوضع الثاني للجد. الوضع الثاني للجد حيث يكون الجد زائد الإخوة الأشقاء أو الأخوات الشقيقات أو الإخوة من جهة الأب أو الأخوات من جهة الأب. في هذه الحالة ومع غياب صاحب فرض أو أكثر يخير بين نصيبين أفضلهما يورث به. ميلا يون ذي الصورة الوضع الأول هو صورتان. الصورة الأولى ميلا الجد أو كل الإخوة الأشقاء نغ الأخوات الشقيقات
نغ الإخوة سلجيان بافاس نغ الإخوة الأخوات سلجيان بافاس ذاك الجد واستكثار ديريكت تلقات تستختيرض ودشتس دي اختيارا إما استفكض ثلث التركة يعني في ثلاثة انتير نغ استفكض المقاسمة ذا شو معنى المقاسمة أتحسفظ أماكن ذيك ماس شقيق نغ ذيك ماس فافاس وتطبقض القاعدة لديوسان ديال القرآن للذكر مثل حظ الأنثيين أتحسفظ أماكن أخ واستبقض في نفس القاعدة وكي خاص المقاسمة معناه أستفضوض يروى ثمثة وكتيس ثمثين أماكن ماشي جديس أماكن ديونس كوا ثمثن وكما اسم المقاسمة خاطر تيكوال المقاسمة هي خيار أي غردي الشرع يتسوس اختار خاطر تيكوال لكن ذوي الثلث لو أنتير خير تيكوال لكن خاطي تجي كذا ذوي ثماثن تيس ثماثين بين يموثن أذورثن عن طريق المقاسمة أفضل أدين أحظى له أحسن له أفضل له هكذا ملمي مايل الجد وذي للإخوة الأشقاء أو الشقيقات نغ الإخوة من جهة الأب نغ الأخوات من جهة الأب وذاقي مع عدم وجود صاحب فرض أثنى الاختيار بين ثلث التركة المورث نغ المقاسمة. الصورة الثانية من الوضع الثاني إلى قصد كلاس مو إلى قد يفاس واسوا خاطر ما كداش الفريضة كداش الفريضة سالي دوني معطيات لازم تكلاسيها انتظي موري خدمات دياغنوستيك الصحة هذه غلط إلا قد يخدم دياغنوستيك يعني تشخيص صحيح كيف من ذي علم الفرائض لو كان أتغلظ ذي التشخيص ذي التصنيف ستخطئ في الفريضات يقينا لذلك الصورة الثانية من الوضع الثاني مفادها عند وجود الجد الصحيح زائد الإخوة أحدهم زائد أو أحدهم الإخوة أو الأخوات الشقيقات الأشقاء أو الشقيقات نغ الإخوة من جهة الأب نغ الأخوات من جهة الأب زائد صاحب فرض أو أكثر وقيت سوسقواغ ضروري زائد صاحب فرض أو أكثر معنى الفريضة مرداس والي ميلا الجد ميلا يون أكثر الإخوة والأخوات الأشقاء ومن جهة الأب إلى آخره وميلا يون من أصحاب الفروض أكثر ذاكي نسعى ثلاثة لي بروبابيليتي ثلاثة لي بوسيبيليتي ثلاثة الحالات واسنف كيف ذاكي يخير إلى قتل اختيار وذنو كناس دي اختيارا أنخدم كل احتمالات وزن اختيار يا إما سنفك سدس التركة ان سيزيام إما نورثه بالسدس إما سنفك ثلث الباقي أنتير بين ديقوران بعد أصحاب الفروض إما سنفك المقاسمة أمنسا أما ثماث شقيقا نغ أثماث سبافاس صافي ذاكي الساعة ثلاثة الاحتمالات 1 2 3 السدس سدس التركة ثلث الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض 3 المقاسمة هذه هي الصورة الثانية من الوضع الثاني لميراث الجد وسنجري إن شاء الله تطبيقات معا في المجلس القادم إن شاء الله وقدر والسلام عليكم ورحمة الله